درجة الحرارة دلوقتي 43. قسما بالله بطلع بره على السطح في المكان اللي انا بربي فيه، ما بطيق اقف دقيقتين من درجة الحرارة. ومع ذلك الحمد لله وبفضل الله الفراخ عندي النهاردة عمر 23 يوم، والاوزان زي ما انتوا شايفين ما شاء الله، وسحب العلف تمام، وكل حاجة مظبوطة ومية مية. عامل الفيديو ده عشان افيدكم لوجه الله، عشان خاطر فلوسكم ما تترماش على الارض. يا ريت الناس تركز وتسمع كلامي. طيب حضرتك مقتنع معايا ان المروحة اللي انت شفتها من شوية دي هي اللي بتظبط درجة الحرارة عند الفراخ البيضة عندي، وهي سبب رئيسي بعد ربنا بفضل الله ان هي تطلع الدورة معايا كويسة وتطلع الدورة معايا بدون نافق؟ ايوه يا سيدي، هي المروحة دي. المروحة دي عشان انا بستخدمها صح، عشان انا عندي خبرة ازاي اتعامل مع الفراخ بتاعتي في درجة الحرارة العالية. انا بعرف ازاي اشغل المروحة على الفراخ بشكل مباشر من غير ما يجيلهم برد ومن غير ما يحصل لهم اي امراض. ايوه انا جاي افيدك، ركز معايا عشان خاطر تحافظ على فلوسك ومالك. لو ركزت على الريش بتاع الفراخ هتلاقي الريش بيطير قدامك من شدة هوا المروحة، والحمد لله مفيش مشكلة. اول نصيحة ليك، اوعى تشيل العلف من قدام الفراخ عندك في وقت الحر، او تجوع الفراخ عندك في وقت الحر. هتقول لي ليه؟ هقول لحضرتك ان انت لما بتشيل العلف من قدام الفراخ بالاربع والخمس ساعات وتيجي تنزل بالعلف مرة واحدة، الفراخ بتكون جعانة بتنزل تاكل الفرخة. ممكن لما تاكل كتير تتلكم والفرخة تموت. ده غير في مشكلة تانية اصلا، ان الفرخة لما انت تجوعها الفترة دي كلها معدل التحويل بتاعها هيقل، فالفرخة مش هتديك الوزن اللي انت مستنيه منها. يبقى انت كده بتدمر الدورة بتاعتك بايديك. ما ينفعش ان انت تجوع الفراخ، الصح ان انت توفر للفراخ جو مناسب عشان الدورة تطلع معاك تمام ومظبوطة. نقطة تانية، ناس بتقول الفراخ في الحر ما بتشيلش وزن اكتر من 2 كيلو و2 كيلو 200 و2 كيلو ربع والكلام ده. لا، بإذن الله على 35 يوم هصور لكم الدورة دي وانا بطلعها معاكم بإذن الله، وهتلاقوا الاوزان داخلة على ال3 كيلو بفضل الله في عز الحر. يبقى مش عايزك تسمع كلام الناس اللي بتقولك الفراخ ما بتجيبش اوزان. الفرخة لو جابت وزن اقل من ال2 كيلو الفرخة هتخسر معاك. عشان وقت الفيديو ما يبقاش طويل معانا وعايزين الخلاصة ونستفيد، عايز اقول لكم دلوقتي انا مشغل المروحة على الفراخ البيضة اللي قدامكم. المروحة شغالة من الساعة 9 الصبح لحد تقريبا الساعة 12 بالليل. ولما النور بيطفى كمان بشغل مكنة الكهرباء بتشغل المروحة، لان الساعتين اللي الكهرباء بتفصل فيهم ممكن يعملوا مشاكل وممكن يعملوا نافق عند الفراخ عندي. طيب مش عايزك تستعجل وتسيب الفيديو وتمشي، لان المروحة سلاح ذو حدين، لها طريقة بتشتغل بيها. المروحة لو شغلتها بشكل غلط او بطريقة غلط برضه هتعمل عندك نافق، وهتجيب للفراخ برد عندك وتعمل مشاكل انت في غنى عنها. يبقى استنى شوية عشان اعرفك المروحة بتشتغل ازاي، عشان تبقى انت استفدت بنسبة 100%. هوصلك المعلومة ببساطة خالص. هل ينفع انت تبقى جاي من مشوار في عز الحر وجسمك عرقان ومتبهدل من الحر وتيجي تقعد تحت المروحة على طول؟ في ناس بتعمل كده. طب لو ناس عملت كده ايه اللي بيحصل لها؟ بتاخد برد وممكن يجي لها دور سخونية وبيحصل لها مشاكل. الفراخ بتاعتنا نفس الكلام، الفراخ بتاعتنا المناعة بتاعتها ضعيفة جدا، فاحنا لازم نحافظ على الفراخ بتاعتنا. اقول لك بقى ازاي نشغل المروحة. احنا عارفين درجة الحرارة بتنزل بالليل، يعني من الساعة 12 لحد الساعة 8 الصبح او 9 الصبح بتكون درجة الحرارة كويسة ولسه الجو مرطب والجو محررش. طيب احنا نستنى لما الساعة توصل 12 الظهر او الساعة توصل واحدة والجو يبقى نار عند الفراخ والفراخ كلها بتنهج وعرقانة وعندها احتباس حراري ونيجي نشغل المروحة عليهم؟ ولا نشغل المروحة قبل الحر بالتدريج ونخلي الهواء بتاعها كده خفيف على اقل سرعة، واتجاه المروحة فوق الفراخ بحوالي 50 او 60 سنتي عشان خاطر ما ياخدوش برد؟ ايوه هو ده الصح، ودي الفكرة اللي انا عايز اوصلها لك وده المطلوب. انت تشغل المروحة عند الفراخ عندك من قبل الحر، من قبل ما يجيلهم احتباس حراري اصلا. ما تستناش لما تلاقيهم بينهجوا قدام منك. ركز في كلامي، اوعى تشغل المروحة على الفراخ بشكل مباشر والفراخ عرقانة كده، انت هتدمر الفراخ عندك. عشان خاطر كده في ناس بتشغل المروحة وبيحصل عندها مشاكل. انا بعيد اهوت عشان الناس تستفيد. لازم تشغل المروحة الصبح وتخلي اتجاه المروحة فوق الفراخ ب50 او 60 سنتي قبل الفراخ ما يجيلها احتباس حراري اصلا وقبل الفراخ ما تعرق منك.
طيب لما نلاقي درجة الحرارة زادت والجو بدأ يحرر والفراخ بدأت يجي لها احتباس حراري، ساعتها نعلي سرعة المروحة شوية وننزل المروحة شوية على الفراخ. فاللي عايز اوصله لك في النقطة بتاعة المروحة، انك لو قدرت تتعامل مع المروحة وفهمت طريقة التشغيل بتاعتها الطريقة الصحيحة، وازاي تحمي الفراخ من الاحتباس الحراري بيها، فانت كده مش هيبقى عندك مشكلة في التربية الصيفي اطلاقا، وهتلاقي ربح كويس في التربية الصيفي عن الشتاء، لان الفراخ في الصيف بتغلى بسبب ارتفاع درجات الحرارة وبسبب النافق اللي بيحصل في المزارع. نيجي بقى لبعض النصايح العلمية اللي بتساعد الفراخ على التخلص من الاحتباس الحراري، وهي الفيتامين سي. الفيتامين سي ده ممكن تجيبه من عند الدكتور البيطري، هو مش غالي، تقريبا الاتنين سنتي عاملين 2 جنيه او 3 جنيه. بتجيب الفيتامين سي وتحطه على سقاية المية في الصبح، يعني مثلا الساعة 8 الصبح قبل الجو برضو ما يحرر، بيساعد الفراخ ان هي تتخلص من الاحتباس الحراري. طيب لو انت مش عايز تجيب فيتامين سي، بيكون البديل بتاعه البرشام الريفو، وهو حاليا تقريبا مش متوفر في معظم الاماكن، عشان كده انا اتكلمت على الفيتامين سي. البرشام الريفو بيعمل سيولة في الدم وبيقلل من الاحتباس الحراري وممتاز جدا، بس برضو بيتحط مع المروحة اللي احنا اتكلمنا عليها وعلى طريقة تشغيل المروحة. ما ينفعش تعتمد على البرشام الريفو او الفيتامين سي بس لوحده. نقطتين تانيين برضو عايزين نتكلم فيهم سريعا. الناس اللي بتحط تلج في المية للفراخ، يا جماعة غلط. انت ازاي تشرب الفراخ مية ساقعة تلج؟ كده بتعمل مشاكل في الزور عند الفراخ عندك. الصح ان انت تغير المية كل 3 ساعات، والمية تكون متوسطة. مش هقولك المية تبقى دافية او المية تكون ساقعة، لا، المية تكون متوسطة، انت كإنسان عادي تشربها وانت مستريح. فالناس ما تحاولش تحط تلج في المية تخلي المية ساقعة زيادة عن اللزوم. ممنوع برضو ان احنا نعمل اي خلطات لزيادة الوزن، او خلطة الثوم والبصل او اي حاجة من الكلام ده كله في الوقت بتاع الحر. انت مثلا لو عايز تعمل خلطة لزيادة الوزن، مش هقولك ما تعملش، اعمل الخلطة عادي مفيش مشكلة، بس تعملها في الوقت المناسب، يعني من الساعة 10 بالليل او من الساعة 11 بالليل، بيكون الجو كويس ومناسب للفراخ تعمل الخلطات دي وتقدمها للفراخ، مفيش اي مشكلة. النصيحة الأخيرة، حاول تحافظ على الفرشة تكون جافة بشكل مستمر، وإنك تزود النشارة أو التبنة عندك كل يوم أو كل يومين، حتى لو طبقة بسيطة، بحيث إن إحنا نكتم على الريحة القديمة وعلى الفرشة القديمة، عشان ريحة الأمونيا ما تطلعش على الفراخ في الجو الحر تعمل مشاكل تنفسية. عايز أقول لكم على حاجة مهمة جدا. الناس اللي بتربي أعداد فوق 100 فرخة أو 150 فرخة، يا جماعة انتوا كده بتحطوا فلوس كتير في تربية الفراخ البيضة، فعشان خاطر ربنا حاولوا تجهزوا المكان بتاعكم على الأقل بنسبة 60 أو 70%. انتوا ربنا بيرضيكم من تربية الفراخ البيضة، بس لو دورة واحدة راحت أو حصل نافق هتلاقي نفسك خسرت كتير جدا. فانت ليه ما تجهزش المكان بتاعك بشكل كويس؟ انت مش هتخسر كتير، يعني لو 5 أو 6 آلاف جنيه هيظبطوا المكان عندك. هتجيب شفاط وهتجيب خلية تبريد وهتجهز المكان عندك على اعلى مستوى بشكل محترم، ولا عاد تشغل بالك بالحرارة العالية، ولا عاد تشغل بالك بالكلام ده. في فكرة تانية منتشرة حاليا، وهي الناس اللي بتجيب التكييف الصحراوي وبتحطه في المكان اللي هي بتربي فيه مع شفاط، وهي تقريبا نفس تكلفة خلية التبريد والشفاط، وبتكون الدنيا تمام. ان شاء الله ما اكونش طولت عليكم، وان شاء الله الناس تكون استفادت، وان شاء الله تكون النصيحة اللي انا كنت عايز اوصلها لكم الناس فهمتها بشكل كويس، وان شاء الله ربنا يوفق الجميع. واي حد محتاج اي حاجة يسيب كومنت، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.